السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم موضوع مهم بزاف. راح نهضر لكم على 15 مشروع خياطة ناجح في الجزائر. كامل المشاريع مربحين وتقدري تبداي بهم من دارك. نخليكم تركزوا ونبداو على بركة الله. اول مشروع عندنا هو خياطة الجلابيات. البنات، هذه الخدمة راهي مطلوبة بزاف، خاصة الشتوية والموديلات الخفيفة للصيف. الموديلات ساهلين وما يتطلبوش خبرة كبيرة. جربي تخدمي 4 ولا 5 موديلات وتعرضيهم. البنات يطلبوهم كي يشوفوا الشغل تاعك مليح. تاني مشروع هو قناضر الدار، سواء بالتطريز ولا حتى بلا تطريز، المهم يكون القماش مليح والقصة واقفة. هذه الخدمة عمرها ما تحبس، النساء كامل يحبوا قناضر جديدة. ثالث مشروع ملابس الصغار. البنات رانا نعرفوا امهات يحبوا حاجه تكون نظيفه ومختلفه، خصوصا البيجامات وفساتين البنوتات. مشروع مربح والخدمه صغيره وما تستهلكش بزاف القماش. رابع واحد هو التعديلات، تصغير، توسيع، تبدلي سانسور، ترفعي سروال. هذه هي الخدمه اللي ما تموتش. غير علقي ورقه صغيره فيها الاسعار قدام دارك ولا خليها في الصفحه تاعك وتجيك الخدمه وحدها. خامس مشروع معنا هو سيكان تاع القماش. البنات والطالبات يعشقوهم، ساهلين مربحين. كي تجيبي خامه مليحه وتخدمي ديزاين نظيف تبيعي بزاف. سادس مشروع الافرشه والستائر. تقدري تخدمي مفارش طاوله، ستائر مطبخ، غطاء ارائك. هذا المشروع يخدم بزاف في المناسبات والمواسم. سابع واحد هو خياطه اللبسه الرياضيه. خامات تاع ليكرا والميلتون راهي متوفره والموديلات راهي ماشيه بزاف عند البنات. ثامن مشروع الطابليات والمحافظ المدرسيه. هذه الخدمه تربحي فيها بزاف، خاصه في الدخول المدرسي. حضري عينات وخرجيهم قبل الموسم بشهرين. تاسع مشروع خياطه البيجامات والمناشف، الروبات تاع الحمام، بيجامات القطيفه. البنات يطلبوهم بزاف خاصه في الشتاء. المشروع العاشر خياطة الحجابات، كما الحجاب التركي والكوري والشيفون. غير خياطة مستقيمة، ما كاينش تعقيدات وفيه ربح كبير. المشروع الحادي عشر تغطية الكراسي والأرائك. مشروع مليح اللي عندهم خبرة شوية، الناس تحب تجدد بلا ما تبدل الصالون كامل. المشروع الثاني عشر تقديم دروس. إذا راكي تعرفي الأساسيات تقدري تعلمي البنات من دارك ولا أونلاين. الناس تحب تتعلم، وخاصة البنات اللي يحوسوا يديروا مشروع صغير. مشروع الثالث عشر التطريز. تخدمي أسماء على المناشف ولا تطريز بسيط على الجلابيات ولا حتى شعارات، تعطي قيمة للعمل تاعك وتزيد في الثمن. المشروع الرابع عشر الكوفغولي والمخدات والحافات. خياطة الكواتات وأغطية البيبي والمخدات، خامات تاع القطيفة والقطن، وخدمة سهلة بزاف تبيعيهم كامل كطقم. المشروع الخامس عشر والأخير البيع بالجملة. هنا كيكون عندك شوية خبرة تخدمي موديل وتبيعي كميات المحلات، الربح راح يكون أكبر والخدمة تمشي 100%. وهكا البنات كملت لكم 15 مشروع خياطة ناجحين بزاف في الجزائر. كل واحد فيهم تقدري تبدايه من دارك وبإمكانيات بسيطة. المهم تبداي وما تحبسيش. إذا حبيتوا ندير شرح مفصل لأي مشروع فيهم قولوا لي في التعليقات. نلقاكم في فيديو جديد بإذن الله. سلام.